مملكة النمل واحدة من أكثر الممالك الحشرية تنظيماً وإثارة للإعجاب، وتكشف عن أسرار مذهلة ومعجزات علمية تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. إليك بعضاً من أبرز الأسرار والمعجزات المرتبطة بهذه المخلوقات الصغيرة. 1. التنظيم الاجتماعي المعقد. مملكة النمل تعتمد على نظام اجتماعي مذهل يتمحور حول الملكة، العاملات، والجنود. كل فرد في المستعمرة له دور محدد يساهم في استمرارية المجتمع، مثل جمع الغذاء، بناء الأنفاق، أو حماية المستعمرة. التواصل بين أفراد المستعمرة يتم عبر مواد كيميائية تسمى نجمة الفيرمونات نجمة، وهي بمثابة لغة كيميائية تنقل المعلومات بفعالية مذهلة. 2. التعاون والذكاء الجماعي. النمل قادر على العمل كفريق واحد لحل مشكلات معقدة، مثل بناء الجسور باستخدام أجسادهم، أو نقل الطعام الثقيل. عندما يواجه النمل عائقاً، يعمل بشكل تعاوني لاستكشاف أفضل الطرق لتجاوزه. 3. الهندسة والبناء. مستعمرات النمل تحت الأرض هي أعجوبة هندسية. النمل يحفر أنفاقاً معقدة بمهارة فائقة لتوفير التهوية والحماية من الأعداء والحرارة. هناك أنواع من النمل، مثل النمل القاطع للأوراق، تزرع الفطوريات داخل مستعمراتها لاستخدامها كغذاء، مما يظهر فهماً متقدماً للزراعة. 4. التضحية من أجل الجماعة. بعض أنواع النمل تضحي بحياتها من أجل حماية المستعمرة. على سبيل المثال، هناك أنواع تغلق مداخل المستعمرة بأجسادها لحمايتها من الأعداء. 5. التكاثر واستمرار الحياة. الملكة هي المسؤولة عن وضع البيض وضمان استمرار المستعمرة. تعيش لفترة أطول بكثير من العاملات، وقد تمتد حياتها لعشرات السنين في بعض الأنواع. النمل لديه طرق فريدة لضمان بقاء الصغار، مثل تنظيف البيض وحمايته. 6. التكيف مع البيئة. النمل قادر على التكيف مع مختلف البيئات، من الصحاري إلى الغابات الاستوائية. يمكن لبعض الأنواع العيش في بيئات قاسية للغاية، مثل النمل الفضي الصحراوي الذي يتحمل حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. 7. القوة بالنسبة للحجم. النمل يمكنه حمل أوزانا تفوق وزنه بأضعاف مضاعفة، من 10 إلى 50 ضعفا، وهو ما يعد معجزة مقارنة بحجم جسمه الصغير. 8. الإلهام العلمي. تصرفات النمل ألهمت العلماء في مجالات متعددة، مثل تصميم شبكات الاتصالات، تطوير الروبوتات، وتحسين استراتيجيات حل المشكلات. إشارات قرآنية. ذكر القرآن الكريم النمل في سياق قصة سليمان عليه السلام. إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سورة النمل 18 نجمة. في هذه الآية تتجلى قدرة النمل على التواصل والتحذير، مما يعكس نظاماً متقدماً للحياة الاجتماعية. تأمل في مملكة النمل. مملكة النمل ليست مجرد مجتمع حشري، بل هي نموذج للتفاني، التعاون، والتخطيط المحكم، ما يجعلها مصدر إلهام ودليلاً على عظمة الخالق. نجم ساطع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.